مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة نكشف فيها تفاصيل مثيرة عن واحدة من أكثر النجمات السعوديات إثارة للجدل في الفترة الأخيرة. إنها رنا جبران، الممثلة والمذيعة وعارضة الأزياء التي فاجأت الجميع في مسيرتها وفي تصريحاتها الجريئة التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. ولدت رنا جبران في 7 فبراير عام 1987 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويبلغ عمرها الآن 38 عاما حتى عام 2025. منذ بداياتها، كانت رنا شغوفة بعالم الإعلام والفن، واستطاعت بخطوات ثابتة أن تشق طريقها نحو الشهرة، بداية من عملها كمذيعة في بعض البرامج التلفزيونية، حيث تميزت بأسلوبها الراقي وحضورها القوي أمام الكاميرا. ومع مرور الوقت، قررت رنا الانتقال إلى مجال التمثيل، لتثبت موهبتها من خلال مجموعة من الأعمال التي لاقت نجاحا واسعا. من أبرز أعمالها الدرامية مسلسل 40 في العشرين عام 2022، الذي قدمت فيه أداء مميزا نال إعجاب الجمهور والنقاد، ثم شاركت في مسلسل طاش العودة عام 2023، الذي شكل عودة قوية للمسلسل الشهير بعد سنوات من التوقف، لتؤكد رنا من جديد أنها قادرة على خوض أدوار متنوعة ومختلفة. وفي عام 2025 شاركت في مسلسل أمي، الذي يعد من أبرز الأعمال الاجتماعية التي تناولت قضايا الأسرة والعلاقات الإنسانية بأسلوب واقعي ومؤثر. ولكن بعيداً عن الشاشة، تبدو شخصية رنا جبران أكثر هدوءاً واتزاناً مما قد يظنه البعض. فعندما سألها الإعلامي محمد آل سعيد في إحدى المقابلات عما إذا كانت تفكر في الارتباط والزواج، أجابت بكل صراحة: أنا آخر إنسانة ممكن تفكر تدخل علاقة الحين. ما عندي وقت، وما أبغى أظلم أحد معايا. وأضافت أنها في مرحلة السلام مع النفس، وأن فكرة وجود رجل في حياتها ليست مطروحة حالياً، لأنها تفضل التركيز على مسيرتها المهنية وتطوير نفسها أكثر من أي شيء آخر. هذه الإجابة الصريحة أثارت إعجاب عدد كبير من متابعيها، الذين رأوا فيها نموذجاً للمرأة المستقلة والواثقة من قراراتها، بينما انتقدها آخرون معتبرين أن تصريحاتها جريئة أكثر من اللازم. ومع أن رنا جبران عرفت بهدوئها، إلا أن اسمها عاد ليتصدر الترند في أكتوبر 2025 بعد حادثة غير متوقعة. فقد أعلنت هيئة تنظيم الإعلام السعودية عن إيقاف بودكاست غير نظامي يحمل اسم مرايا، استضاف الممثلة رنا جبران في إحدى حلقاته. والملفت أن الحلقة تم تصويرها بطريقة غير مهنية، حيث وضعت بطانيات نوم على أريكة واحدة، مما اعتبرته الجهات المختصة مخالفة لضوابط العمل الإعلامي. وتم على إثر ذلك إيقاف ترخيص موثوق الخاص بمقدم البرنامج محمد آل سعيد، وكذلك إيقاف الضيفة رنا جبران مؤقتاً عن الظهور الإعلامي إلى حين تصحيح أوضاع البرنامج ومراجعة الالتزامات النظامية. وقد أثار القرار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، بين من رأى أن القرار صارم لكنه ضروري للحفاظ على المهنية، وبين من اعتبر أن ما حدث كان مجرد خطأ غير مقصود وتم تضخيمه إعلامياً. وبين هذا وذاك، لا تزال رنا جبران تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، بفضل شخصيتها المتزنة وصدقها في التعامل مع الإعلام، إضافة إلى موهبتها التمثيلية التي وضعتها في مصاف أبرز الفنانات السعوديات في السنوات الأخيرة. مهما كانت الانتقادات، يبقى الواضح أن رنا جبران اختارت أن تسير بطريقتها الخاصة، بثقة وهدوء، دون أن تسمح للجدل أو الشائعات أن تحدد مسارها. فهي نموذج للفنانة التي تصنع حضورها الحقيقي من خلال العمل الجاد، والالتزام، والاختلاف الإيجابي الذي يميزها عن غيرها. وفي النهاية، تبقى قصة رنا جبران مثالاً على أن الشهرة ليست طريقاً مفروشاً بالورود، بل رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الصعبة، التي لا يواجهها إلا من يمتلك الشجاعة والإصرار.